لا حاسه هتوقع. هنقيم المنتجات دي، لسه في حاجات تاني تحت. ف قبل كده واحده كاتبالي عايزاكي تقيمي لي منتج، هما يعني مش هقول ان هو مش كتار، بس هقيم لكم كل حاجه من دول. بصراحه ملقاش اي نوع من الاعلانات، متوقعش هتلاقوا فيديو زي ده في حياتكم. هقول لكم على كل حاجه مصداقيه، لاني مش هخسر حاجه ولا هكسب حاجه لو قلت كده. فتعالوا نبدا الفيديو. حاجه هعملها ان انا هرجعكم ورا سيكا، عشان بفكر احطها هنا. انا حاطه البتاع ده عشان والله مش زينه ولا حاجه، كان نفسي يكون زينه، بس السبب الاساسي ان اللايت محطوطه على الشاحن، فمش هينفع نستغنى عنها. لا يا جماعه بجد مش هحطها فوق، انا هحطها هنا عشان نختار. حاليا هنختار. بصوا الصف اللي قدام فيه برفيوم، وفي كمان هنا بال سلاش دول، وفي هنا برضو في حاجات هنا. عامه انا صاحبه الفيديو مش ظاهره، انتوا ظاهرين وانا لا. تمام، هقفل عيني، هحس ان هو شعور التحديات وكده. هكتب في البايو مرام للتحديات. طب انا عارفه ترتيبهم، انا حافظه ترتيبهم من كتر ما باخد منهم واحطهم في مكانهم. نبدا بالصف الاول. لا بصوا، مش عايزه اقيم البرفيوم الاول، عايزه اقيم البال سبلاش وكده بعد شويه، عشان في اختلاف شويه هيكون عنها. ده حاساه هيفوز معانا. ليه؟ مش هبدا بالاسوأ للوحش والكلام ده كله، بس حاسه ان ده يستاهل يكون اول واحد. يا جماعه انا كان فيا عقل صوابع. هنبدا بال بصوا، هو وايت كريم لتفتيح الاماكن الداكنه، تمام، بس هو مش الوش. انا بصراحه جبته للاكواع وجبته للعقل الاصابع، اي حته فيكو مناطق داكنه وكده هيبقى حلو معاها. هل هو كويس يستحق تشتروه؟ يس، ان هو بصراحه يستحق انكم تشتروه. انا مش فاكره، جايباه من فتره كبيره، هكتب لكم هنا جايباه من امتى عشان كنت منزله فيديو في اليوم ده. ده من ديرما ال، بصراحه مش اعلان ولا اي حاجه، يعني ده يفوز معانا. تقريبا كانت 150 حاجه زي كده، 200 بس مش اكتر من كده تقريبا. هل تشتروه ولا لا؟ لو معاكم هاتوه، بصراحه يستحق جدا، وهو خفف شويه من العقل. ولكن عايزه اقول لكم حاجه، عشان انا بصراحه بحبكم، مش عايزه اكذب واكون اشتروا. لا يا جماعه، عايزين المصداقيه التامه. في حاجات ارخص بكتير ممكن تشتروها احسن من ده. هوريكم حاجه. طيب فضيت المكان قدامي عشان شكلنا هنحكي كتير شويه. بصوا يا بنات، عشان اكون صادقه اكتر معاكم بصراحه، عايزه اقول لكم نصيحه لاكمل وجه. يعني انا كنت عندي مشكله مع عقل اصابعي، هي مش كره او حاجه زي كده، لا كنت بحس ان هو الطبيعي مش كده. يعني هو طبيعي انها تكون غامقه، بس انا كانت غامقه اوفر. يعني هي بجد كانت غامقه اوفر بسبب الشمس، فما كنتش احط صن بلوك على ايدي. عدم ان انا احط صن بلوك على ايدي بصراحه كان بيديني شعور تلزيق شويه، فما كنتش برضه احط. كان دايما طول ما انا ماشيه رايحه المدرسه عامله كده، بقيت الايام دي اعمل كده. مش مهم من تحت بقى، من كتر ما بعمل كده الايد هنا اتصبغت جدا الصوابع. بس اكتشفت وشفت فيديو عن الموضوع ده، انه هتجيبوا كرباميد وبنسينول. حرفيا انا اكلاه، يعني انتوا اكيد شايفين، انتوا مجرد الشكل انا معضعضاء او كده او اكلاه، مش عارفه بجد هو في حد يعمل فيه، بس هو الطبيعي. يعني الانواع دي لازم تعملوه فيها كده وكده. حرفيا 2 بنسينول وواحده كرباميد، كان في علبتين كمان، 2 من الكرباميد ده وفي واحده، كانوا 3 بنسينول و3 كرباميد. مرطب كيراند مور مش وقتنا دلوقتي. هو حرفيا هنا برضو خلص، يعني محتاجه اعمل ستوك للموضوع ده. هتحطوا علبه، تمام، العلبه دي بتكفي معايا علبه من ده وعلبه من ده، او فضوها في اي علبه عندكم. والكرباميد يا جماعه فيه بنسبه مش عارفه كام في المية يوريا، ومعروف اليوريا يعني هو في يوريا 10%، وده كمان في يوريا. مايد وبنسينول حلوين قوي يا جماعه الموضوع ده، تخدموها تحطوه على بعض، تبداوا تعملوا كده. نقطه بسيطه قوي هتعمل معاكم، هتعب يعني. بصوا هي اكيد يعني مش تعمل قوي دي، بس نقطه بسيطه جدا هتديكوا ملمس خطير. فقبل النوم اعملوا الموضوع ده، جربوها، حطوها في اي علبه عندكم، وبصراحه تستبدلوها بده. البنسينول مش عارفه العلبه الكبيره عشان في صغير منها، بس انا بستخدم الكبيره او بجيب الكبيره منها، بتوفر اكتر بصراحه. مش عارفه بكام بس رخاص، يعني هما الاثنين 100 مثلا، الاثنين دول ب100، انما دي اكتر بكتير، بس دي هتعيش معاكم. الحاجه التانية اللي هنعمل عنها ريفيو، الملك جه. بالنسبه لمعظم الناس الملك جه، لكن بالنسبه لمعظم الناس الكابوس جه. يعني ناس كابوس جه وناس ملك جه. انا بالنسبه لي ايه، الملك والكابوس في النص. ناس كتيره بتشتكي من ده وبتقول ان هو ترتيبه مش حلو، وفعلا هو ترتيبه مش احسن حاجه. ان انا مش هكدب الناس دول واقول لا ترتيبه حلو، وفي ناس بتقول ترتيبه ياه.
عظيم. بس دول بقى كدابين، يعني المفروض يقولوا ان هو ترطيبه كويس ولكن هو مش واو، في حاجات كتيره جدا احسن منه. انا بالنسبه لي في حاجات كتيره احسن منه. لو انت بنوته في سني او كده ما انصحكيش تجيبيه كبدايه، فحاجات احسن منه. ممكن 7-6 من 10 عشان هو خفيف قوي على البشره، دي حاجه نقطه تحتسب له. بس كترطيب هو مش احسن حاجه بصراحه. تقييمي لده 9 من 10، 9.5 من 10، 9.5. مش عارفه اقول لكم ايه. لو شفتوا ده في حته قدامكم، انا مش عارفه سعره، مش عارفه بيتجاب من فين، بس لو شفتوه قدامكم انتوا اصلا هتفتحوا هتشموا انتوا هتجيبوه، يعني انتوا هتجيبوه حرفيا. من كتر ما هي حلوه تتاكل، مش تتاكل، هي مستحيل اكل حاجه بالحلاوه دي. اجمل ريحه ورده ممكن تشموها في حياتكم، يعني اجمل ريحه ورده، اجمل ريحه ورده بالمعنى، مستحيل حد يكره الريحه دي. بقول لكم بس الاصلي، يعني ما تقوليش اللي مش اصلي تقولوا ريحته وحشه. انا بقول لكم مستحيل حد يكره الريحه دي، ريحتها جباره. هي اصلا نظيفه، يعني هي تحس العلبه شكلها نظيف، هي حاجه ما ينفعش حد يقول عنها وحشه. تقييمي ليها 1,000,000,000 من 10. ماليش دعوه. بالنسبه للترطيب، ترطيبها مش حلو قوي، بس هي بصراحه يعني بادي لوشن للريحه حساسه مش للترطيب. هو مكتوب عليه لوشن معطر ستان سموث، عشان هو مجبناهوش من نون بصراحه. خالته بتجيب لنا الحاجات دي هي ونازله مصر وكده، بس هو اللي اعرفه ان هو ممكن تلاقوه في منه في مصر، يعني لو لقيته منه هاتوه. البادي لوشن ده كمان من نيف او نيفا، مش عارفه بصراحه، مش عارفه انطقها ازاي، تقريبا مشهور ومعروف، بس انا بالنسبه لي ترطيبه خرافي خيار. ريحته حلوه مقبوله، مش وحشه قوي. ريحته بصراحه نظافه قوي، نظافه. بس اي حاجه لونها ازرق نظافه، يعني مش عارفه ليه. ان هو بيرطب، يعني هو بيرطب اصلا جدا. جماعه جينا للسن بلوك. اهم حاجه ممكن تسمعي عنها، اي حد هيسمعي الفيديو هيقولك اهم حاجه في سكين كير هو السن بلوك بتاع كولاجرا. لو بتفكري انك تجيبيه فالريفيو هيفيدك قوي. هو عليه هايب كبير قوي، انه في ناس بتقول كويس وفي ناس بتقول وحش. صراحه بالنسبه لاستخدامي الشخصي، السان بلوك ده فور اول سكين، لكل انواع البشره. بس في واحد صغنن كده ممكن يكون فيه كبير منه، في واحد للبشره الدهنيه. انا بشرتي باين عليها ان هي دهنيه موت، دهنيه بشكل انتوا مش هتتخيلوه. عشان كده انا بيصعب عليا ان انا الاقي سان بلوك ما يخليش فيه شعور تزييد في وشي. حلوه؟ لا اخلصي يا مرام. بصوا يا جماعه، امبارح كنت في البحر، امبارح يا جماعه في البحر، ودخلت وعمت وعمل لا عملت كل حاجه انا عايزاها. رحت في الشمس، ومن كام يوم برضو رحت البحر، بس ما دخلتش اليوم ده، دخلت في الشمس، طلعت في الشمس. فهل هو وحش؟ وكنت استخدمه ايام المدرسه، هل هو وحش؟ لا، انا مش شايفه ان هو يعني وحش وبيطلع حبوب والكلام ده كله. انتوا هتقولوا ان هو بشرتكم، يعني انا ده بصراحه مش هينفع ارميه، لان احنا الثلاثه في البيت، اختي انا وولاء وعلياء اخواتي وماما بشرتنا دهنيه، احنا وارثينها تقريبا الموضوع ده، فكلنا مش بينفع معانا الحاجات دي. بس هو نفع معايا بصراحه، ما طلعليش حبوب. القيم بالنسبه لي انا 8 من 10. البادي ميست ده من سيلو فيل، فاقول لكم ايه بصراحه عنه، بس هو ثباته وحش جدا، يعني انا مش مستخدمه منه كتير، لان انا عارفه ان هي هتمشي، فبحط عليه انا وفي البيت على البيجامه كده. انما غير كده بصراحه هو ثباته وحش جدا، مستحيل يثبت معاكم الا لو عملتوا بقى تكنيكس كتيره قوي عشان يثبت معاكم. غير تقييمي ليه، انا بحب ريحته، بس بحس ان هي ريحته مش احسن حاجه، يعني في حاجات كتيره احلى منه. هو ريحته بصراحه حلوه بالنسبه لي، انا ريحته كويسه، مش ذوقي قوي بس ريحته كويسه. بس ثبات، انا مش هستفاد حاجه بالريحه الحلوه، انا افضل اشم فيها دايما كده مش هينفع. الثبات 3 من 10. بادي سبلاش ده من افوفا، تمام، ثباته حلو. انا لسه رش عليه من شويه، في اختي بتقولي قد ايه هو فواح، يعني حلو قوي طالما هي قالت ان هي شامه وانا كنت بعيده عنها. تقييمي ليه بالنسبه للريحه، فهي ريحه صيفي قوي قوي قوي، كمان هي باينه عليها، تحسوا ان هي مدياكوا طاقه كده. ثباته حلو برده. ريحه انا مش بحب اقيمها لانه مختلفه بين شخص لشخص، فانا ممكن اقول لكم 10 من 10، واحده تروح تشم وتقول 10 من 10 ايه وليا انت، يعني دي ريحته 0 من 10، بتختلف بين كل شخص لشخص. البادي سبلاش ده من يارا، اكيد مش الاصلي، يعني ب 120 كان، بس اكيد مش الاصلي، يعني اعرفه ان هو مش الاصلي، اختي جابته يعني، فريحته يارا. هقول لكم ايه يعني ريحته يارا. انا هوريكم حاجه دلوقتي مضحكه جدا، ان انا معايا ساره. البادي اويل ده
مش عارفه ايه دخله في التقييم، بس بصوا انا حاطه له مسك احمر. دايما شفت الهاك دي على انستجرام، شو مسك الرمان او اي مسك في البادي اويل هيديكوا ريحه تحفه. هو عامه مش ريحه في الاصل يعني. مش عارفه سعره كام، انا هكتب لكم كل الاسعار هنا. المويسترايزر ده من مويست 1 كريم. هو المفروض ان الدكتور مديهولي توني مع كريم وغسول. فالمويسترايزر ده بصراحه ما كانش كاتبه، كانت كاتبالي الاخضر، فتقييمي ليه بصراحه كويس قوي قوي. المويسترايزر ده من ليفز، هو اللي كنت جايباه الاول، كله عارف عنه، كنت بستخدمه في الفلوجز بتاعتي دايما. بصراحه عايش معايا يعني، هو صغنونه العلبه بس عايشت معايا وكانت كويسه معايا، بس كانت طلع لي حبوب مش عارفه ليه. كانت تطلع لي حبوب، كانت تقيله قوي على البشره، وده تقيل على فكره، ده تقيل جدا برضه. بس انا الكريم اللي هي بتدهوني بتاع الحبوب، اثار الحبوب وكده، في نسبه، بيخلي في نسبه جفاف لدرجه ممكن شفايفكم اصلا تتقطع من كتر الجفاف. فعشان كده مش مؤثر عليا فكره ان هو تقيل، هو كويس. البادي سبلاش ده من ايفا، ده ريحته المفضله عندنا، جبنا منه تقريبا يا جماعه 4 علب، بكل ما تخلص نعملها ريستوك. حرفيا ريحتها اجمل ريحه ممكن تشموها في حياتكم بالنسبه لنا، ذوقنا احنا. في ناس بتقول ثبات وحش، هو عامه بحس ان هو دايما بادي سبلاش في علبه بتكون نفس النوع ونفس السنت، بس اوقات علبه بتثبت وعلبه ما بتثبتش، تقريبا على حسب قعدتها في المحل. لو قعدت في المحل كتير ساعات يعني في 2 بادي ميست من نفس النوع اللي هو ذا بادي شوب، بس الفكره ان ده مش الاصلي. بس انا تقريبا من بعد ما جبته خليت واحده من صحابي تجيبه، وبنت خاله اللي هي جت عندنا فاكرينها مريم جبته، تمام، لان هو بصراحه عظمه قوي. الفكره ان ده ثابت وريحته حلوه، وده ريحته حلوه، ولكن ده ثابت وده مش ثابت. الفتره دي اكتشفت ان الروايح اللي هي بتكون بنوتاتي، اللي هو في ريحه الفراوله وريحه الفواكه وريحه الورد والكلام، بحسها اولا مش فواحه كتير، اصلا بتكون خفيفه كده بتاعت صيف، زائد ان هي تكون مش ثابته. يعني انا ده مش ثابت بصراحه، مش ثابت خالص، ثباته 5/10. ده بصراحه ثباته حلو قوي، بس ممكن حاجات الاصلي هيكون ثباته اكتر. البرفيوم ده من اونزا، جبته اونلاين بصراحه. اقول لكم على حاجه يا جماعه، نزلت عنه ريفيو بس مسحته على تيك توك، هنا لسه موجود. بس وهي ان البتاع ده انا وقفلاها، وده مش العيب مني عشان تكونوا عارفين، غلط. وهنا مقشره يعني، انا الستيكر هنا اصلا ممسوح بيتمسح، وهنا جايالي ممسوحه ومقطوعه. والله مش عارفه اقول لكم ايه، مش مشكله كبيره بس يعني فتتحسن. وكنت بقفلها كده، فتحتها لقيت الغطا نط بقى، جه على السرير هنا يومها قلت اعيط. كان تاني يوم جبته منها، دي سنت سيكريت نايت. بصراحه ثباته حلو قوي وفواح جدا، فواح قوي يا جماعه. يعني انا ما حطيتش دلوقتي، بس مش عارفه ليه الاوضه كلها ريحته. خلاص البرفيوم ده من ساره. هاي ساره صاحبتي، عامله ايه؟ البرفيوم ده من ساره، ثباته وحش مش زي يارا، بس هو بجد ريحته نسخه عن يارا، وريحته خفيفه قوي يا جماعه. يعني هو ده على فكره الشركه معروفه برضو ساره، مش تقليد، بس اخدت راجع تيجي ساره يارا الاصلي لو سمحتي، عشان نفسي بيه. واحده كانت كاتبالي اللي هو السيرم اللي بتستخدميه يا جماعه. انا استخدمت السيرم ده، وقبل كده سيرم في سيرم كنت بستخدمه في الفلوجز، هيكون قاعد في الفلوجز القديمه بتاعتي، من افنز. بجد لو دخلتوا على انستجرام هتلاقوا ناس كتيره بتشكر فيها دي. فكانوا علبتين مع بعض ب 450. يعني انا بشتري حاجات قليله عشان اخلصها بعدين اجيب غيرها. حاجه معانا الكتكوت الاموره دي ليب بالم من روزبيري، معروفه البتاع دي بصراحه حلو، ترتيبها مش قوي بس كويسه يعني. لونها كتكوت قوي يا جماعه، مش تخيلوا بجد ترتيبها، ما تستنوش ترتيب حلو منها. وبس كده.